السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مستر محمود قطب بيحييكم وبيدحرج المسا. يلا بينا نبدأ الوحدة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم ويلكم، مش هنساها، عند هلو جماعة. الوحدة التالتة بتكلمني عن مصر في فترة الحقبة الإسلامية. ماشي، هيكلمني عن احوال مصر. مستر ما احنا خدنا الدوله الاسلاميه، خدنا الحضاره الاسلاميه، بس هنتكلم عن مصر بقى بالتفصيل. احوال مصر ايه؟ زي ما اقول لك مثلا انا هتكلم عن الفتره اللي تيتا كانت قاعده معاكم فيها في البيت، فاتكلم عن حال البيت كله. بعد كده اقول لك طب عايزين نتكلم بالتفصيل عن حالتك انت لما تيتا كانت في البيت، فاحنا هنتكلم عن احوال مصر بعد الفتح الاسلامي. فسمي الله ودور وتعالى نشوف الوضع ايه. طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ودرسنا ان بلدنا الحبيبه مصر موجوده في قاره افريقيا، يفصلها عن اسيا البحر الاحمر، جنبنا شبه الجزيره العربيه اللي ظهر فيها الاسلام على يد خير البريه سيدي وسيدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكه ثم المدينه. كنا عارفين يا جماعه في الفصل الدراسي الاول ان في الوقت اللي ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشام ومصر تحت حكم الإمبراطورية الرومانية، والمصريين شافوا الويل وشافوا الظلم على يد الرومان، خاصة بعد ما اعتنق المصريين المسيحية. بعد ما المسيحيين دخلوا المسيحية عرفنا ان اتبهدلوا على الآخر من الرومان، ولذلك الإسلام هيكون الخلاص ليهم. وإزاي الإسلام هيرحمهم من الاضطهاد ده ويرجع لهم حريتهم الدينية. فتعال نبدأ واحدة واحدة. مين أول واحد فكر يدخل الإسلام مصر؟ أكيد اللي عارف أهمية مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ التفكير في نشر الإسلام في مصر منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لو جاء قال لي التفكير يعني أول واحد فكر وقال لك أنا عايز أنشر الإسلام في مصر وعايز المصريين يخشوا الإسلام وعايز الإسلام يخش مصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب كتب ورسائل لحكام وملوك الدول التانية. النبي كان قاعد في المدينة، من المدينة يبعت رسالة للحاكم ده، ومن المدينة يبعت رسالة للحاكم ده. فبعت رسالة في وقته، وقت ما النبي كان عايش صلى الله عليه وسلم، إلى المقوقس. مين المقوقس ده مستر؟ حاكم مصر الروماني. ما هو الروم كانوا قاعدين في روما بس سايبين في مصر واحد مكانهم اسمه المقوقس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المقوقس للإسلام، قال له ايه رأيك تخش الإسلام، ده ديننا كذا وكذا وكذا. المقوقس كان راجل محترم، قال له لا انا مش عايز اخش بس شكرا ليك جدا، ورد عليه بهدايا قيمة. فيبقى اول ما يقول لي التفكير اقول له البداية مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لي وأعيد التفكير مرة أخرى في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. احنا عارفين بعد الرسول حكم أبو بكر، بعد أبو بكر حكم عمر. في وقت عمر في قائد من قادة جيوش المسلمين اللي ساعتها كان بيفتح الشام، كل ده مصر لسه ما اتفتحتش، اسمه عمرو بن العاص، عارفينه طبعا. فالقائد عمرو بن العاص بعت للخليفة قال له يا خليفة ايه رأيك نضم مصر؟ فاكر النبي كان عايز يضمها زمان؟ قال له والله دي فكرة كويسة جدا. فوافق الخليفة عمر بن الخطاب على فتح مصر، وأمر الجيوش بقيادة عمرو بن العاص إنها تتجه لمصر. قلت لك عمرو ساعتها كان في الشام، عمر كان في المدينة. فعمرو بعت لعمر قال له أنا عايز أخش مصر، فعمر وافق وقال له يلا اتحرك. ساعتها عمر كان في فلسطين، فخلي بالك عمرو أنا آسف بن العاص كان في فلسطين. عمرو بن العاص تحرك من فلسطين إلى مصر واستطاع أنه هو يفتح مصر. طب بما تفسر أول سؤال عندي الفتح الإسلامي لمصر؟ ليه عمرو وعمر قرروا إن هم يفتحوا مصر؟ واحد، نشر الإسلام في مصر. اتنين، تخليص أهلها من ظلم الروم، حرام اللي بيحصل في المصريين ده، كانوا متبهدلين. ثلاثة، تأمين حدود الدولة الإسلامية جهة الغرب. يبقى ثلاث أسباب خلوا المسلمين في وقت عمر بن الخطاب يفكروا يفتحوا مصر. الهم لي تاني يا مستر عينيا. واحد، نشر الإسلام. اتنين، تأمين الحدود جهة الغرب. ما خلي بالك بص، الدولة الإسلامية اللهم صل على النبي كانت الشام وشبه الجزيرة العربية، ومصر اهي. طب أنا الرومان مش سايبيني في حالي، احنا المسلمين خدنا الأرض دي، الرومان جنبي مش رحمني، فأنا لازم أتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، لأن أصلا هم كمان كانوا بيحكموا الشام.
ماشي يا جماعه؟ فكده امن الحدود من جهه الغرب، قلنا، وتخليص المصريين من ظلم الروم. والوقت ده كان الروم هم البيزنطيين. عادي، ها، يا تقول الروم يا البيزنطيين، كان ليهم اسمين بدون دخول في التفاصيل. بص بقى، عمرو بن العاص زي ما اتفقنا كان قاعد في فلسطين، تمام؟ او كان فتح خلاص فلسطين فعايز يضم مصر. عشان كده بص، هو كان في فلسطين. تعال نشوف خط سيره من العريش للفرمه، وعدى على كل دول بالبيس، ماشي؟ عين شمس، ام دونين، بابليون، الجيزه، او سوري بابليون اهو. بعد بابليون هيطلع الى دمنهور، من دمنهور يجي عندنا هنا اخر حاجه خالص اسكندريه الماريه. ماشي؟ يبقى عمرو بن العاص قال لي بدأ يفتح مدن مصريه كتير. شمال مصر كلها في الشمال اهي، العريش، بلبيس، عين شمس، ام دونين، دمنهور. بص اهو العريش، كمان مره العريش، بلبيس، كلهم جهه الشمال، ام دونين بحصن بابليون، ماشي، بدمنهور في الاخر خالص وصل الى الاسكندريه. طبعا ناجح جدا. فالمقوقس قال له بقول لك ايه، احنا نعمل صلح، خلاص احنا فشلنا. عمرو بن العاص حاصر الاسكندريه كتير جدا، حاصر الاسكندريه اكتر من سنه. فاثناء حصار للاسكندريه، مستر اشمعنى الاسكندريه؟ ما هي عاصمه مصر في زمن الروم كانت الاسكندريه. الروم بس من ايام الاسكندر لحد عمرو بن العاص لما جه كانت الاسكندريه. فعمرو نجح يفتح كل المدن دي وضمها ليه، كلها بقت بتاعته. وصل لحد اسكندريه، حاصرها، قطع عليها اكل وشرب وكله عشان يستسلموا. فاستسلم المقوقس، قال له بس بشرط، هسلمها لك من غير حرب بس نعمل صلح. فعمل صلح في الاسكندريه. اذا عرف بصلح الايه؟ الاسكندريه. الصلح ده بين اتنين، المقوقس وعمرو بن العاص. ماشي يا جماعه؟ المقوقس وعمرو بن العاص. طيب ادي كده الاطراف. كتبوا ايه يا مستر؟ كتبوا ايه في الصلح؟ طب خلاص، قعدوا على ترابيزه. عمرو بن العاص القائد الناجح جدا جدا جدا، اللي نجح كله، وصل للاسكندريه العاصمه، يعني خلاص يقدر ياخدها بس محتاجه مجهود. والمقوقس حاكم الروم المكسور الغلبان المهزوم الأقا. طب كتبوا ايه؟ واحد، أن تعقد هدنة مدتها 11 شهر. الهدنة مدتها 11 شهر، مش هنحاربوا بعض تاني. وألا يقوم أحد الطرفين بالهجوم على التاني. 11 شهر مش هنتحاربوا. ليه؟ لأن في ال 11 شهر دول هيتم ترحيل الحامية الرومانية. الروم بقالهم مئات السنين قاعدين في مصر. دول هيمشوا، هيلموا حاجتهم عن طريق البحر ويمشوا. يبقى هيعودوا على البحر وياخدوا معاهم كل فلوسهم وهم آمنين. قال له وانا ما عنديش مشكلة يا مقوقس، وانا ما عنديش مشكلة. لموا حاجتكم وخدوا الوقت اللي انتوا عاوزينه وخدوا الجنود بالاموال وتفضلوا اتكلوا على الله. طيب بس بشرط، هنا عمرو بيقول له بشرط يا مقوقس الا يعود الروم مرة اخرى الى مصر ولا يحاولوا استردادها. قال له خلاص، وانا بوعدك مش هنرجع تاني، احنا بيني وبينك ما نقدرش. الا يعود الروم الى مصر ثانية او يحاولوا استردادها. المقوقس قال له بس يا عمرو ما تجوش جنب الكنائس. الروم كانوا مسيحيين برضو في الاخر زي ما اتفقنا، من ايام قسطنطين بقوا مسيحيين. عمرو قال له انت ما تعرفش الاسلام؟ الاسلام اصلا ما بيجيش جنب الكنائس، ده بالعكس ده بيصلح الكنائس. قال له احنا كده مش مختلفين يا عمرو، الا يتعرض المسلمون للكنائس. المقوقس قال له حاجه، اليهود ثغره ومشكله كبيره. هو مسيحي المقوقس، بس اليهود عندهم حاجات كتيره قوي مش هتعرف تمشيهم. سيبهم في اسكندريه، سيبهم وانا اضمنهم لك، مع انه ما لهمش ضمان. عمرو بن العاص قال له احنا ما بنعتديش على حد، خليهم زي ما هو، ان يبقى اليهود بالاسكندريه عشان المصالح. طبعا اليهود يا جماعه فلوس كتيره قوي. يبقى صلح الاسكندريه بين عمرو بن العاص والمقوقس، اتفقوا على هدنه 11 شهر الا يعود الروم مره اخرى، طرحه للحاميه من جهه البحر، ياخدوا كل اموالهم ومتاعهم، الا يتعرض المسلمون للكنائس، يبقى اليهود في الاسكندريه. نتيجه للصلح. اذا الصلح ضمن حقوق كتير قوي. الصلح اتكلم عن كتير، بص كده. اتكلم عن الرومان، الجنود الرومان، واتكلم عن المسيحيين وعن اليهود. يبقى الجنود الرومان هيرحلوا بكامل حريتهم، بص بص بص، والمسيحيين
هيقعدوا في مصر بكامل حريتهم، حتى اليهود أعدائنا برضه هيقعدوا في اسكندرية بكامل حريتهم. إذا الصلح أكد على الحرية الدينية واحترام الآخر. الصلح أكد على حرية دينية واحترام الآخر. يعني الصلح كل واحد حر، لكم دينكم ولي دين، واحترام الآخرين أيضا. بعد عمرو بن العاص ما خلاص كده تمام، اسكندرية بقت زي الفل، قال لي بدأ يتجه نحو الجنوب ويسيطر بقى على بقية مصر، عشان بعد الاسكندرية عمرو بن العاص يبقى مصر كلها خلاص بقت بتاعته، فوصل إلى الجنوب. نتائج فتح مصر، لما يجي يقول احنا عرفنا بما تفسر، السبب ايه؟ خلصهم من ظلم الروم، ينشر الإسلام ويأمن الفتوحات. طب النتيجة واحد، تحولت مصر من ولاية بيزنطية مضطهدة دينيا، تحول المصريين من ناس تبع بيزنطة أرفاهم دينيا بالتحديد إلى ولاية إسلامية. بقينا ولاية إسلامية خلاص، الحمد لله، أنعم علينا الله بالإسلام وشاركت بدور مهم في بناء الحضارة. مصر كان لها دور كبير جدا. أصبح عمرو بن العاص أول والي إسلامي. ما هي مصر تحولت من ولاية بيزنطية إلى ولاية إسلامية. مين بقى اللي بيحكم؟ عمرو بن العاص. طيب لما يجي يقول لي دلل، أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر مثال سماحة الإسلام، منح المصريين الحرية الدينية وحرص على حماية أموالهم وأماكن عبادتهم. أنا عايز أقول لك عمرو بن العاص أول ما دخل الإسكندرية قال لهم ها وروني الكنائس بتاعتكم، البايظ هصلحه، فين القساوسة بتوعكم؟ قالوا له هربانين. كان في أنبا اسمه بنيامين كان هربان في الصحراء، رهبنة لو تفتكر الترم الأولاني، قال لهم يرجع مكانه تاني. يا مسيحيين لكم دينكم ولا دين، محدش هيجبركم تخشوا الإسلام، محدش هيقول لكم على حاجة معينة، هتشوفوا حرية ما شافهاش حد. وفعلا فعلا اداهم الحرية، أمنهم على أموالهم، أمنهم على كنائسهم، على صلبانهم، قال لهم كل دول في رقبتي وكل دول في حمايتي، محدش مسيحي هيحصل له حاجة. المسيحيين مؤمنين أكتر من المسلمين كمان. فعشان كده المسيحيين حبوا جدا الدولة الإسلامية، وبدأ كثير يخش في الإسلام، وعاش من ساعتها المصريون مسلمون ومسيحيين عادي، مسلمون ومسيحيون عادي جدا، ومفيش بيننا أي مشاكل خالص. يبقى منح أهل مصر الحرية الدينية وحرص على حماية أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بهم. يبقى لو قال لي اداهم حرية، أقول له حرية دينية، حمى أموالهم وكنائسهم. طيب طبعا بعد عمرو بن العاص ما مات، طبعا هو اللي كان بيحكم مصر نيابه عن عمر بن الخطاب. يبقى بص الخليفه قاعد في المدينه اللي هو عمر، ووالي مصر الجديد مين؟ المسلم عمرو بن العاص. بعد ما عمرو مات جا غيره كل ما يعني هنا طبعا كان عندي الخلافه، بعد الخلافه جات لي الدوله الامويه، بعد الدوله الامويه جات لي الدوله العباسيه لو تفتكر. فاحنا النهارده بقى مش هنتكلم على دول، مش هنتكلم على الخلافه الراشديه، لا، هنتكلم على مصر ساعتها كانت عامله ازاي. فاهمني؟ افهم كويس الله يبارك لك. يقول لك ساعه العركه مثلا انت كنت فين؟ تقول انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فاحنا هنتكلم عن مصر بس. فدلوقتي بقى طبعا مصر امن واستقرار وازدهار جامد جدا. هنتكلم بقى عن ملامح الحضاره في مصر خلال عصر الولاة، نظام الحكم والقضاء والكلام ده كله. فهنتكلم دلوقتي الوضع مصر كان عامل ازاي وقت بقى ما كان عندي خلافه الراشديه ابو عمر وعثمان وعلي، الدوله الامويه، الدوله العباسيه لو تفتكر. عايزين نشوف مصر كانت عامله ازاي، فاحنا هنتكلم جوه مصر بالظبط. اوكي في الخطة كلاس بنتابع معاك حضورك وغيابك من خلال حلك للواجب والامتحانات الشاملة، وبنساعدك تحدد وتطور مستواك خطوة بخطوة، وطبعا المتابعة مع ولي الأمر من خلال التقارير بعد كل الامتحانات، وكمان إني ببلغ بالتزام أو حضور الطالب بشكل أسبوعي. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الخطة كلاس تقدر إن أنت تتواصل معاهم من خلال الرقم اللي هيظهر قدامك على الشاشة. تعالوا بقى نلخص يلا ملامح الحضارة أو الملامح الحضارية في مصر خلال عصر الولاة، أو في خلال ما كنا تابعين للدولة الإيه يا ولاد؟ الإسلامية. هنتكلم يا جماعة عن حاجات كتيرة جدا، ثواني بس جيبها لكم تاني. نتكلم عن نظام الحكم كان عامل إزاي، كنا بنتحكم إزاي أيام الدولة الإسلامية، نظام القضاء، ماشي. هنتكلم عن الاقتصاد في مصر كان عامل إزاي، هنتكلم عن الحياة العلمية كانت عاملة إزاي، وهنتكلم عن العمارة. نبدأ واحدة واحدة، بسم الله. نظام الحكم، قال لي أبقى المسلمون، خلي بالك عشان تيجي صح وغلط دي،
أبقى المسلمون على النظام السياسي الذي كان موجودا في مصر. يعني سابوا نظام الحكم زي ما هو، هم شالوا بس العناصر، بدل ما عناصر رومانية بيزنطية هنحط مكانهم مصريين، ماشي؟ واكتفوا ببعض المناصب السياسية ليشرفوا على الإدارة عام، ومنها الوالي وصاحب الشرطة. يعني دول بس اللي هيتعينوا، أو نظام مختلف شوية. يبقى سابوا الوضع زي ما هو. تعال نبدأ بالوالي. في عصر الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر عمر وعثمان، لان مفيش ابو بكر بقى، لان احنا هنا بنتكلم مصر كانت اساسا بدات تبقى مسلمه ايام عمر. قال لي في عصر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني اميه اللي هي الدوله الامويه، وخلفاء الدوله العباسيه في العصر العباسي الاول. بالمناسبه افهم عشان تعرف تحفظ. الدوله الاسلاميه زي ما احنا عارفين اللي مصر عصرتها عصرنا الخلفاء ابو بكر عمر وعثمان وعلي، وعاصرنا الدولة الأموية. وزي ما احنا عارفين ان الدولة العباسية في منها اتنين، أول وتاني. في العصر العباسي الأول الخلفاء كانوا أقوياء. فقال لي في عصر الخلفاء وعصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية، بني أمية الدولة الأموية، بني العباس الدولة العباسية، قال لي كان الخلفاء يقومون بتعيين الولاة من العرب. هي دولة عربية، قال لي فالخلفاء دول كانوا عرب فبيعينوا من العرب. تمام؟ هم اللي مسؤولين عن مصر. يبقى الخليفة قاعد في العاصمة والوالي قاعد في مصر. الوالي قاعد في دار الإمارة التي أنشأها عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط. أصلا عمرو بن العاص بنى مدينة الفسطاط، وهنحكي في الآخر قصتها إيه، وعمل دار الإمارة فيها، يعني مقر الحكم في المدينة دي. كل ده جوه القاهرة دلوقتي. ده لحد العصر العباسي الأول. قال لي العصر العباسي الثاني الخلفاء العباسيين اللي هم بني العباس كانوا ضعاف جدا، فسيطر عليهم المسلمين اللي مش عرب، اللي نفسهم يبقوا يحكموا. بص بقى ركز، ها، الخليفة يا جماعة لازم يبقى عربي. تمام؟ الخليفة لازم يبقى عربي. عشان كده كان في بعض المسلمين الأتراك والفرس كانوا حابين يبقوا خلفاء بس مش عارفين، فقدروا ان هم يترقوا في المناصب ويسيطروا، فبدأوا ياخدوا هو مناصب الولاة. قال لي فكان الخلفاء بيخافوا منهم ويعينوهم يا فرس يا اما اتراك، والخلفاء دول ضعاف يخافوا منهم فبيعزلوهم بعد فتره صغيره، سنه ويقلب سنه ويقلب سنه ويقلب، خايفين منهم. انا مثلا خليفه عربي ضعيف، عينت تركي على مصر خايف منه، فانا اقول لك لا، التركي ده لو قعد في مصر فتره كبيره هيسيطر على الدنيا ويكبش كله، لا انا كل شويه هغير واحد. فلو قال لي بما تفسر ليه كانوا بيغيروهم في مده قصيره، اقول له لضعف الخلفاء. اقول له ليه يا جماعه؟ لضعف الخلفاء. يبقى الخلفاء في العصر العباسي الاول ارجع دوله امويه، ارجع خلافه رشيديه، كانوا بيعينوا الولاه عرب نواب عنهم يعني في مصر. اما في العصر العباسي الثاني كانوا بيعينوهم من الفرس والترك، بس المده ببيه. المده يا جماعه ببيه. ليه بيعينوه فتره صغيره؟ لضعف الخلفاء. طيب عصر الولاة اللي بنتكلم ايه مستر ده؟ عصر الولاة اللي هو العصر اللي بيبدأ بالفتح الإسلامي لحد تأسيس الدولة الطولونية في مصر. ما بص، الأول الوالي زي ما اتفقنا كان بيتعين عن طريق الخليفة، لحد ما جالي واحد اسمه أحمد ابن طولون قال لك لا يا باشا، أنا ما حدش يعين. هو الخليفة عينه، بعد كده قال له خليفة مالكش حاجة عندي، أنا تبعك بس مش لا تقدر تشيلني ولا حاجة. طبعا في العصر العباسي الثاني، وده قمه الضعف للعباسيين، ها، ده قمه الضعف. يبقى عصر الولاة اللي بكلمك عليه هو الفتره اللي بتبدا مع الفتح الاسلامي مع عمرو بن العاص اوكي عام 641 ميلاديه، كانت 21 هجريا ساعتها التاريخين اللي بنكتبهم، وبتنتهي باحمد بن طولون. احمد بن طولون كان والي تركي، كان معينه خليفه عباسي، وكان في العصر العباسي الثاني. المهم احمد قال له مالكش حاجه عندي، فمن اول احمد بن طولون بقى لحد نهايه الدوله العباسيه الخليفه بتاع الوالي بتاع مصر بيتعين من دماغه هو. فقال لي تحمل اسم، طبعا عمل دوله على اسمه، وكده كده هناخد الكلام ده يا جماعه في التفصيل فيما بعد. يبقى خلي بالك عصر الولاة الفتره التاريخيه تبدا بالفتح الاسلامي حتى الدوله الطولونيه. الفتره دي الخليفه هو اللي بيعين الوالي ويشيله ويحطه، لحد ما جاء احمد بن طولون قال له لا انا ما حدش يعينني. طبعا يا جماعه اذا خلافه رشيديه وامويه والعباسيه الاولى. طب المنصب الثاني اللي اتكلمنا عليه صاحب الشرطه. صاحب الشرطه كان اللي بيعينه الوالي، اللي هو
الحاكم اللي قاعد في مصر، خلي بالك، الولي اللي قاعد في مصر، خليفه قاعد ده في عاصمه الدوله الاسلاميه بقى، ايا كانت هي ايه، ساعات المدينه ساعات بغداد كده. قال لي بقى صاحب الشرطه ده ساعات كان الوالي يعينه، وساعات كان الخليفه يتدخل ويعينه. ايه ده مستر؟ مش فاهم. يعني ساعات الوالي يقول لك انا اللي هعين صاحب الشرطه، صاحب الشرطه اللي هو وزير الداخليه دلوقتي. ساعات الخليفه يقول له لا انا الكبير وانا اللي هعينه. معنى كده المنصب ده مهم جدا. عارف ليه؟ لان الولي لما كان بيخرج لمهمه كان اللي بينوب عنه بقى هو صاحب الشرطه ده. يبقى لان صاحب الشرطه كان ينوب عن الوالي في اداء مهامه خلال غيابه. يعني انا مثلا والي مصر خارج لمهمه، تمام؟ مين هيقعد مكاني بقى؟ صاحب الشرطه. عشان كده ساعات الخليفه كان يعينه بنفسه لانه خطر. ما هو لو صاحب الشرطه ده ولا فكر يلعب في دماغه يأثر على الخليفه. طب امال مهمته الاساسيه يا مستر؟ حفظ الامن والنظام، تنفيذ العقوبات. تاني، حفظ الامن والنظام، تنفيذ. زي الشرطه دلوقتي، هي الشرطه بتعمل ايه؟ بتحفظ الامن والنظام في الشوارع، تمنع وقوع الجرائم، تقبض على الجناه. طب مين اللي مثلا القاضي حكم على واحد بالاعدام، هيقوم القاضي بسم الله الرحمن الرحيم يشنقه؟ لا. القاضي حكم على واحد مثلا بانه هيتحبس، هيقوم القاضي يدخله؟ لا، هيرجعه للشرطه تاني. ما هو بص، الشرطه بتقبض على الجاني اللي عمل الغلطه، وهي بقى ملهاش دعوه. الجاني يقف قصاد القاضي والقاضي يشوف يحكم بالعدل، خلاص اداله مثلا حكم اعدام، يلا بينا، فالشرطه تاخده تاني هي اللي تعدمه. يبقى بتحافظ على الامن الداخلي، بتمنع الجرائم، بتقبض على الجناه، بتنفذ العقوبات. ما هو الاعدام بيبقى في الشرطه في السجن، والحبس في السجن، وياما في السجون مظالم. 2 القضاء. يبقى كده ده نظام الحكم، ونظام الحكم قام على 2، الوالي وصاحب الشرطه. القضاء، قال لي القضاء هو نظام اداري وضعه العرب بمصر بعد الفتح الاسلامي. ما خلي بالك، دوله جديده، فتح اسلامي، فالحكم على الشريعه الاسلاميه. يعني من قتل يقتل، الميراث بالطريقه الاسلاميه، عندنا للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الذكر في الميراث ياخد ضعف الانثى لانه مسؤول عنها، فهو يصرف عليها، هي ملكه ما بتصرفش على حد. طب يا مستر لو انا مسيحي او يهودي انا ما عنديش كده في الكتاب بتاعي، خلاص يبقى من حقك. قال لي اما غير المسلمين فكان لهم قضاءهم الا اذا احتكموا الى القاضي المسلم. يعني 2 مسيحيين عندهم مشكله يروحوا قصاد القاضي المسيحي. قال طب لو هم قالوا عايزين القاضي المسلم عشان راجل عادل، خلاص يروحوا قصاد القاضي المسلم عادي. ماشي، يبقى ده قمه العدل. طب مين اللي بيعين القاضي؟ لا، الخليفه. الخليفه اللي قاعد في العاصمه رقم 1، عمر بن الخطاب او عثمان او علي او معاويه، حاجه جامده دول. يبقى الخليفه هو اللي بيعين القاضي، خلي بالك. يبقى الخليفه كده هو اللي بيعين الوالي زي ما اتفقنا. احنا بناخده الدرس ده لحد احمد بن طولون، من احمد بن طولون فيما بعد هناخده الدروس الجايه. يبقى الخليفه بيعين الوالي، بيعين ساعات صاحب الشرطه، وبيعين القاضي برضه على طول. كانت مجالس القضاء تعقد عاده في جامع عمرو بن العاص. يعني لو في مجلس قضاء يحكموا بس او حاجه في حاجه، قاعدين جوه مسجد عمرو بن العاص، وده خلي بالك اهم مسجد واول مسجد يعتبر كامل في مصر. طيب طبعا كانت وظيفه القضاء وظيفه مهمه تحط بالهيبه، زي دلوقتي القاضي ليه هيبه. ده كده اول حاجه، نظام الحكم والقضاء. تاني حاجه، تالت حاجه الحياه الاقتصاديه. شغالين في ايه؟ قال لي اهتموا المسلمون بالزراعه والري. دلل عملوا ايه؟ 1 عمرو بن العاص انشا مقاييس على النيل. بنتكلم من اول واحد اهو، من اولها عمرو بن العاص مقاييس على النيل. طب اللي بعده مستر؟ قال لي الامويين والعباسيين وسعوا الارض، حفروا ترع وقنوات. ايه مقياس على النيل ده؟ نشوف الميه بترتفع قد ايه عشان نعرف هنزرع قد ايه. اهو مقياس، نقيس ارتفاع الميه. يبقى تاني لما يجي يقول لي دلل اهتم المسلمون بالزراعه، اقول له عمرو بن العاص عمل مقياس على النيل، والامويين والعباسيين وسعوا الارض يعني استصلحوا اراضي، حفروا ترع وقنوات. ترع وايه يا ولد؟ وقنوات. طب بالنسبه للصناعه، قال لي ازدهرت الصناعه في مصر في كله في الوقت الاسلام ده، خاصه في الدوله الامويه، لان الخليفه معاويه بن ابي سفيان اللي هو رقم 1 في الدوله الامويه عمل دار لصناعه السفن، هو اللي عمل الاسطول في الشام بمدينه عكا. يعني ايه؟ عمل الاسطول في الشام في عكا، وجاب ناس من مصر تشتغل، واستخدم من مصر الخبراء للاستفاده منهم في الصناعه الجديده.
يعني معاويه عمل مكان مصنع يصنع السفن في عكا. فين عكا دي يا مستر؟ في الشام. حلو. فاستعان بناس يشتغلوا من مصر اللي يستفاد من خبرتهم في دار السفن الجديده. طب ايه كمان؟ قال لي في صناعه النسيج والتطريز، الملابس. قال لي الاول الملابس المصريه، الهدمه المصريه زمان قبل الاسلام كانت بتطرز بالكلام البيزنطي، يعني مكتوب عليها كلام اجنبي. قال لي لحد ما جه الخليفه الاموي، خلي بالك يعني دوله امويه، عبد الملك بن مروان، كتب باللغه العربيه، امرهم يكتبوا باللغه العربيه. يبقى بدل ما انا بزين بالانجليزي بالبيزنطي هزين بالعربي. يبقى وكان يتم تزيين المنسوجات طبعا بزخارف من حرير، بينشوها بالحرير. ماشي. يكتب مثلا كده ايه حاجه بالحرير، الخيط اللي بيتكتب بالحرير. طبعا زي كسوه الكعبه كانت بتطلع من مصر يا جماعه، وكان بيتشرف بينا ان احنا بنكتب على الكسوه. احنا اللي كنا بندي الكسوه دي للسعوديه، وكان شرف كبير لمصر، ودلوقتي طبعا شرف كبير للسعوديه ان هم يكتبوا الكلام ده. يبقى خلي بالك في الصناعه، صناعه السفن، صناعه النسيج. صناعه السفن يا جماعه ما تنساش ان عبد الملك بن مروان بدل ما كان الثياب المصري مكتوب بالبيزنطي بقى يتكتب بالعربي، وطبعا بالطراز من حديد. والسفن قلت لك اتعملت دار للصناعه على يد معاويه بن ابي سفيان، كانت معموله في الشام في عكا. اوكي. هو خلاها وجاب ناس من مصر تشتغل فيها. طب التجاره، ازدهرت التجاره في مصر في عصر الوالي اللي هو قلنا ايه الفتره لحد احمد بن طولون دي. بما تفسر ليه التجاره كانت جامده قوي يا مستر؟ لان عمرو بن العاص امر باعاده حفر القناه اللي تربط بين نهر النيل والبحر الاحمر. زمان كانت في قناه في مصر اسمها سيزوستوريس، اتكلمنا عنها قبل كده كتير. القناه دي كانت مردومه، عمرو بن العاص قال لهم احفروها تاني، وعرفت باسم امير المؤمنين على اسم الخليفه عمر بن الخطاب. قال لك هسميها على اسم الخليفه بتاعي عمر بن الخطاب. طب ما النتائج المترتبه على ازدهار التجاره؟ ازدهار الصناعه والصناعه، او سوري انا اسف، سبب ازدهار التجاره هو ازدهار الزراعه والصناعه. تمام. يبقى تاني لو قال لي ايه السبب اللي خلى التجاره تمام، اقول له 3 حاجات: زراعه، صناعه، حفر قناه امير المؤمنين. هو لو ما فيش قناه والزراعه وحشه والصناعه وحشه مش هنحفر القناه، او سوري مش هتنشط التجاره. كلام سهل ولذيذ يا جماعه. 4 الحياه العلميه. قال لي بعد الفتح الاسلامي لمصر وفد كثير من الصحابه الى مصر. بعد الفتح وبعد عمرو بن العاص جم صحابه كتير من المدينه الى مصر عشان يعلموا الناس اصول الدين الاسلامي، ولان المصريين اقبلوا على الاسلام. منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عالم كبير جدا، ابن ايوه هو ابن عمرو بن العاص، وعملوا نهضه كبيره جدا، وكانت الدعامه للدين الاسلامي واللغه العربيه، علموهم الدين واللغه. في القرن الثاني الهجري خلاص احنا اتعلمنا بقى، المصريين اتعلموا من العلماء المسلمين الاسلام والدين واللغه. قال لي بعد 200 سنه او بعد حوالي 100 سنه في بدايه القرن الثاني زي ما اتفقنا، القرن الثاني يعني بدايه ال 200، بزود واحد هنا. قال لي طلع علماء من مصر بقى، يعني احنا اتعلمنا خلاص بقينا علماء. انا مثلا بعلمك دلوقتي، انت ممكن في المستقبل تبقى عالم كبير، تبقى انا قطب التاريخ، تبقى انت مثلا سمير التاريخ، او تيريزا التاريخ، او مثلا شقنقير التاريخ، محمد التاريخ، بيومي التاريخ. خلاص اتعلمت بقى. فقال لي ظهر علماء في القراءات، وطبعا بنشوفوا دولة القراء عندنا في مصر، اللهم صل على النبي اللهم بارك، عظماء. كل اللي كانوا فيها تحية من مكاننا هنا في المنصة للبرنامج الرائع ده اللي كسر الدنيا فعلا، ومحى كل البرامج التانية باستيكة او بجومة شباب احنا بنقول هنا في اسكندرية. قراءات يا جماعة، بص دولة التلاوة عندي كانت بسم الله ما شاء الله، قراء فعلا، سميها دولة القراء. كان برنامج تحفة بكل، وخصوصا الاطفال الصغيرين، عمر بقى والقلاجي وكل الناس دي. فاحنا بقى عندنا علماء في مصر، اتعلمنا بعد 100 سنة على طول، بقى عندي جيل واحد بس، 100 سنة يعني جيل ولا 2، بقى مصر بسم الله ما شاء الله عندي لحد يومنا هذا قراء كتير. قال لي في الادب كمان، الادب اللغه الكتابه يعني العربيه، نصوص والكلام ده، اللغه ذات نفسها، وفي التاريخ. انا اهو قدامك اهو. يبقى 4 حاجات بقى عندنا علماء فيها: قراءات، ادب، لغه وتاريخ. قراءات، ادب، لغه وتاريخ. بقينا مركز بقى لنشر الاسلام او نشر العلم والثقافه. يعني مش مجرد ناس بتعلم، بقى احنا نعلم غيرنا بقى. طب العماره، قال لي اهتم العرب بالعماره وبنوا مدن، يعني المسلمين العرب بنوا مدن، ماشي، زي مدينة الفسطاط، زي مدينة الجيزة، بناهم عمرو ابن العاص.
يبقى بنينا مدن كتير. عمرو بن العاص بنى مدينتين، فسطاط والجيزه. طبعا عمرو يعني خلافه رشيديه. مدينه حلوان انشاها الامويين. ماشي. مدينه العسكر انشاها العباسيين. يبقى تاني 3 مدن، 4 مدن، فسطاط جيزه حلوان والعسكر. فسطاط جيزه حلوان والعسكر. فسطاط جيزه حلوان العسكر. فسطاط وجيزه عمرو بن العاص. حلوان الامويين. العسكر عباسيين. طيب تعال نتكلم عن مدينه. مدينه الفسطاط ليه بناها عمرو بن العاص؟ دي اول مدينه. قال لي لتكون عاصمه جديده بدل الاسكندريه. مستر ما اسكندريه زي الفل، انا معاك، ما انا اسكندراني بحر اصلي بفهم في النجوم. بس عمرو قال لك لا، قال لك اسكندريه بعيده دي على البحر، وانا مصر قريبه للشام اكتر، فانا عايز حاجه تكون كده. وبعدين اسكندريه بيزنطيه قديمه بتاعت البيزنطيين، ممكن يبقى فيها خونه خاينين، يا عين في قلوب ما تساويش، خاينين بس بقى ماشي مش كله غنى. فقال لي فضلت بقى الفسطاط دي هي العاصمه، اتبنت عاصمه غير التانيين لحد ما اتبنت مدينه العسكر. ماشي. يبقى خلي بالك الفسطاط اتبنت عشان تكون عاصمه، العسكر اتبنت كمان عشان تكون عاصمه، والجيزه وحلوان، الجيزه لا، حلوان ساعات بس مش عليها انها عاصمه. يبقى ليه عمرو بن العاص بنى مدينه الفسطاط؟ اقول له لتكون عاصمه جديده لمصر بدلا من الاسكندريه. الفسطاط هي القاهره دلوقتي، او في القاهره قريبه اكتر، هي قلب مصر اكتر، العاصمه لازم تبقى في النص. وطبعا ما تنساش ان اسكندريه طبعها بيزنطي، طبعها كده. طب فضلت عاصمه في الراشد امال العباسي يا مستر عملوا ايه؟ العباسي بنوا العسكر بقى، يبقى عاصمه جديده لمصر. يبقى عندي عاصمتين في المنهج لمصر ايام الحكم الاسلامي او ايام عصر الولاه: الفسطاط والعسكر. الفسطاط كانت عاصمه مصر في عصر الخلفاء الراشدين وعصر الامويين، اما العسكر في عصر الدوله العباسيه. طب بالنسبه للمساجد، قال لي عمرو بن العاص بنى اول جامع في مصر في مدينه الفسطاط، وعرف باسم موجود حتى الان، جامع عمرو بن العاص. يبقى جوه المدينه بنى جامع عمرو بن العاص، وكان مسجد ومدرسه دينيه ومركز للقضاء، شبه ما اتفقنا اجتماع القضاء كان جوه الجامع. يبقى هو مش مجرد جامع يا جماعه، لا ده جامع مدرسه بتعلم الناس كبيره يا جماعه، بيقعدوا في الحلقه بتاعته وقت الصلاه الله اكبر هيصلوا، بعد الصلاه يتعلموا، في ركن للقضاء عشان يتبارك بيه. يبقى جامع عمرو بن العاص هو حتى سماه جامع مش مسجد لانه بيجمع كل حاجه. اول مسجد في مصر في مدينه الفسطاط هو مسجد زيه زي مسجد، مدرسه دينيه ومركز للقضاء، يعني القضاة كانوا بيقعدوا فيه. بس كده يا جماعه، هنحكي بقى الحكايه دي وخلص الدرس على كده. ما هي واحده صلي وواحده ملي، احنا اتبهدلنا في الوحده الاولانيه، فهنضطر الدنيا شويه هنا. قال لي تعالى نتكلم عن موقف يدل على رحمه عمرو بن العاص. القائد الكبير ده كان قلبه قلب خصايه. قال لي نصب عمرو بن العاص خيمته خارج اسوار حصن بابليون. فاكر لما قلت لك قبل اسكندريه كان بيفتح حصن بابليون، تمام؟ فكان محاصر الحصن ده كان قاعد فيه المقوقس، فكان قاعد بره وعامل الخيمه بتاعته. طبعا مفيش بيوت زمان، فاحنا مثلا يا جماعه حصن بابليون كانت مدينه مهمه جدا جدا بيزنطيه، هي دي الضربه الاولى ليهم. الحصن قدامي اهو، فعمرو قاعد قال لك هنبني خيمه هنا عشان يبقى في وسط الحصن، وبنى الخيمه بتاعته، طبعا ده بالخشب وبالقماش وتمام، وفضلت موجوده. وراح بقى فتح ده وفتح ده وتوجه الاسكندريه وماشي. وهو رايح بقى يفتح اسكندريه يقول لهم خلاص الحمد لله فتحنا بابليون، الدور على اسكندريه، يلا نلموا الخيم. وهم بيلموا الخيم لقوا حمامه عامله عش ليها وبيضه فيها وقاعده فوق الخيمه مطمنه في مكان عمرو بن العاص. فالقاده قالوا الولا تعمل ايه؟ استنى بص. فقال لي وامر بازاله خيمته فوجد الجنود يمامه، مش حمامه، يمامه لا اللي هي اللي بتبقى عندنا دي الصغيره دي، اليمامه شبه الحمامه كده بس بنيه شويه، بنت عشها فوق، وضعت بيضها فوق الخيمه. قال لهم لا سيبوها زي ما هي، لما نخلص نبقى نرجع. قال لي وخلصوا وحاربوا، فضلت الخيمه زي ما هي حاشيه جنبها. ولما رجع لقى الحمامه طارت. قال لك بس ده خير، دي اشاره من عند ربنا، هنا هنبني مدينه الفسطاط. يعني ايه كلمه فسطاط يا مستر؟ الخيمه. فسطاط يعني خيمه اساسا. يبقى عرفت بقى فكره الفسطاط جت ازاي؟ فقال لهم هنا هنبني المدينه بتاعتنا، انا هتبارك بالحمامه دي لان مراجع لها طارت. يبقى تاني ده موقف بس يدل على رحمته، ها؟ مش لازم تحفظه. قلنا عمرو بن العاص حط الخيمه بتاعته وهو بيفتح حصن بابليون، وفعلا نجح ان هو يفتح الحصن، المدينه الجامده دي جدا. فلما رجع عشان يلموا عشان يروحوا اسكندريه بقى،
احنا بنرجع تاني كده بنتكلم عنه، لقى حمامه فوق بيت عامله بيت وعش، ده كل ده قبل اسكندريه يا جماعه، قبل الكلام اللي قلناه كله. ها ايام عمرو راس كان عايش، قال لهم لا سيبوها خلاص بقى، احنا نروح نفتحوا اسكندريه. لما رجعوا بقى نجحوا في اسكندريه والدنيا تمام، رجعوا تاني لنفس المكان، مكان الخيمه بتاعته، لقى الحمامه طارت الحمد لله، والصغيرين كبروا ومشوا. شهور يا جماعه وسنين، ممكن يكونوا ماتوا كمان. قال لك بس احنا هنبني هنا الخيمه بتاعتي. خلص الحمد لله الدرس. ما هو واحده صلي وواحده ملي. الوحده دي لذيذه شويه، دروسها سيكا سيكا، خصوصا الدرس ده. بحبكم وفي قلبي ساكن حبكم يا ريت يا شوق. تانية اعدادي المنهج بدا يجري مني اهو، اوعى يروح، خلي بالك احنا ملاحقينك دايما بامتحانات وهوبا لا 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 لا. اشوفكم دايما على خير حبايب قلبي موفقين. اي لاف يو، اي لاف يو جدا جدا. سعدت جدا بالحصه دي، بحبها قوي، وعلى مدار الوحده الحصه كلها هتبقى جميله. اشوفكم دايما مبسوطين ومرتاحين بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش لسه في اهم افكار وواجب.